السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم. الخبر ديال اليوم اللي كنعرفوا ان الخبر اللي داير الترند حاليا ولكل شي موضوع ساعة اللي كل شي تيهضر عليه صغيرا وكبيرا هو موضوع السجن ديال الفنانة دنيا باطمة. اليوم كانت اول زيارة لدنيا باطمة، مشات عند الام ديالها الزيارة، يعني بطبيعة الحال الزيارة الأولى كتدي ليها الأغراض داكشي اللي محتاجاه في المؤسسة السجنية. الله يطلق سراح السجن صراحة ما كتبغي حتى شي واحد. السجن شي حاجة صعيبة، عندك الحبس، المرض من أصعب الحوايج اللي ممكن الإنسان يتبلى بيهم. الله يفرجها عليها والله يحفظها لبنياتها. دنيا باطمة كيف كتقول الأم ديالها اللي زارتها، كتقول أن الحالة النفسية ديالها بخير وان الابتسامه ما كتفارقش الوجه ديالها كيف مولفين كتشوفوها على ستوريات. مازالت مؤمنه بالبراءه ديالها وكتقول اي حاجه مكتابه من عند الله مرحبا بها، ووصات غير على بنياتها. كيف كنعرفوا انها تمني عرفت انه خرج القرار ديال القاء القبض عليها، ووصات الام ديالها على بنياتها، قالت لها تهلي لي في بنياتي. والشيء اللي كتزيد تأكد عليه أيضا هذه يعني هي الكبدة ديال الأم. ملي مشات عند الأم يعني هادشي كتحكيه الأم ديالها أنها كتعاود تأكد أن الأم ديالها قالت لك كل مرة كتقول لي تهلاي ليا غير في بناتي. ولكن قالت لك الام ديالها قالت لها مني قلت ليها رانا الجمهور ديالها ما تقبلش الخبر والناس راها كتبكي ومصدومه. قالت لك دنيا بكات وخلات لكم واحد الرساله. دنيا يعني قالت لامها بلغي الجمهور هاد الرساله على لسان ديالي. كتقول لكم دنيا شكرا انكم بقيتوا معها من الاول وانتم مؤمنين بالبراءه ديالها وكتشوفكم العائله الثانيه ديالها، وقالت لكم ما تخافوش عليها لانها قويه بكم من بعد الله، وهذا الشيء مكتاب وسحاب ان شاء الله وغادي تفوت. والله ياخذ الحق في اللي كان السبب، الله ياخذ الحق والله يبين الحق. والله يطلق سرح دنيا باطمه. الصراحة الحبس صعيب خصوصا ملي كتكون الأم وعندها بنيات، يعني العالم الله بالنفسية ديال هذوك البنات إلا كانوا عارفين أشنو كيروج يعني وصلتهم أخبار ربي معاهم. الله يفرجها من عنده. هنا غيكون سهل الفيديو ديالنا، غادي نقول لكم ما تنساوش من لايك وتنساو تابوناو وخليو واحد التعليق قول لنا شنو الرأي ديالكم في هذا الموضوع وفي هذه القضية الشائكة ديال دنيا فاطمة. شنو الرأي ديالكم وشنو كيبان لكم في هذه القضية اللي مثيرة للجدل.